بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، نوجه من غزة العزة، من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، رسالة إلى قادة العالم الإسلامي وإلى الشعوب الإسلامية التي تقدم، ولكن ما تقدمه لأهلنا في غزة هو شيء يسير لا يوفي بالغرض، وخاصة أننا نعاني من عدو ظالم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إخوة الإسلام والإيمان، إن أهلنا في غزة يعانون من الجوع ومن المرض ومن البرد الشديد في هذه الأيام العاصفة وشديدة البرودة، حيث يعيش أكثر من 60% من أهلنا في غزة في الخيام المهترئة التي لا تؤوي ولا تمنع بردا، كما أن المياه والسيول تسير من خلال هذه الخيام فتتلف كل شيء. لذا إخوة الإسلام والإيمان، يعاني أهلنا من نقص في الغذاء، ونقص في الدواء، ونقص في الإيواء. لذلك على الشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية وقادة العالم الإسلامي أن يمارسوا إمكانياتهم وقدراتهم وعلاقاتهم بالضغط على دولة الاحتلال وأعوان الاحتلال على أن يدخلوا البيوت المتنقلة، فالخيام لا تنفع ولا تصلح للإيواء، وأن يضغطوا أيضا على إدخال المساعدات والغذاء والدواء، كما عليهم أيضا أن يمارسوا الضغط لفتح المعابر ليخرج المرضى للعلاج في الخارج، حيث الإمكانيات الآن في قطاع غزة ضعيفة جدا في الجانب الصحي، حيث استهدفت المستشفيات والمراكز الصحية، واغتيل كثير من الأطباء ومن الكوادر الطبية من الممرضين والذين يعملون في التحاليل وغيرهم الذين يعملون في الخدمات والإسعاف. لذا إخوة الإسلام والإيمان، يا أهلنا في كل الأقطار في مشارق الأرض ومغاربها، يجب عليكم التحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من أهلنا، وأيضا لإيصال الإغاثة لشعبنا المنكوب الذي تعرض للإبادة ولا زال يعاني ويتعرض. فإن دولة الاحتلال حتى الآن تمارس القصف والقتل والتدمير والتشريد. لا أحد في غزة يعيش في مأمن من يد هذا العدو الغاشم الظالم. هذه رسالتنا إلى أهلنا في غزة، إلى أهلنا في العالم الإسلامي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة، وعن أهلنا في السودان، وعن أهلنا في الصومال، وعن أهلنا في تركستان الشرقية، وعن أهلنا في مشارق الأرض ومغاربها، واسأله سبحانه وتعالى أن يعصم دماءنا ودماء المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أهل غزة ليرجون من العالم الإسلامي أن يبقى معهم، وأن يزيد في دعمهم، وأن يكون دوما في محل رضا الله سبحانه وتعالى بالوقوف معهم وبدعمهم وبتأييدهم
وبمناصرتهم وعدم التخلي عنهم. والله المطلوب من الشعوب كلها أن تقف لله وقفة واحدة وتتفكر في مصيرها. شعب غزة هو يقف صامدا يدافع عن الأمة ويدافع عن الأقصى ويدافع عن المسلمين، ونحن في الأسبوع العالمي للقدس نود من هذه الشعوب أن ترفع عقيرتها وترفع رأسها وتقول كلمة الحق وتمضي في جهادها مع أهل غزة ولا تتركهم وحدهم.